اخر صوره دكتور محمد البرادعي. بصي، مش هقدر اقول، انا مش من مريدي خالص دكتور محمد البرادعي ولا من الفانز بتوعه. هاجمتيه في وقت من الاوقات في البرنامج؟ هاجمت قراراته او بعض تصريحاته، بس انا ما اقدرش اقول ان هو انسان شرير. انا ما اعرفوش، عمري في حياتي ما قابلته، وما اقدرش اقول برضو انه طيب، انا ما اعرفوش. يعني بصي هقول لك حاجه يا رولا، كل واحد فينا العادي يعني او الطبيعي ان كلنا فينا خير وشر. صحيح. يعني انا فيا خير وشر، انت فيكي خير وشر، اكيد دكتور البراري، اكيد كل الناس. طبعا اللي بيحرض على القتل والارهاب ده لازم اقول عليه انسان شرير، يعني فاهمه قصدي. لكن الشخص اللي بيمارس ممارسه سياسيه زي الدكتور محمد البرادعي اكيد صح في حاجات او بيتكلم صح في حاجات وغلط في حاجات. انا مش من هواته، لكن ما اقدرش اقول عليه لا طيب ولا شرير يعني. لكن انا ما بيعجبنيش مثلا انسحابه دايما من المشهد في الوقت اللي البلد بتكون فيه في ازمه يعني. ما عنديش مانع حد ينسحب لو هو يعني هو حد عادي. بس الدكتور محمد البرادعي في الوقت اللي كان موجود فيه في مصر، في وقت الثوره، في الوقت اللي كان بيدعو الناس ان هي تنزل وبيدعو الناس ان هي تغير وبيدعو الناس اللي هي تصور، ما ينفعش انك تنسحب. ما ينفعش ناس تؤمن بيك بهذا الشكل او تؤمن بافكارك بهذا الشكل وينزلوا يموتوا عشان انت قلت لهم ينزلوا، وانت اول ما الدنيا تتزحم بعد ما نزلت في المسيره بتاعت مش فاكره كان مسجد ايه اللي كان في الجيزه، من شبرا اظن. لما وصل الجيزه خد بعضه وروح. اول ما بقى في تدافع بيروح يعني. اول ما بقى في مشاكل ياخد بعضه ويسيب مصر ويمشي من مصر بعد ربع بعد بالظبط. يعني ما ينفعش ان انت تسيب بلدك في هذا الوقت وتنسحب.